السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في عالم كريم وبدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد ووصفة جديدة، وكنقول لكم شكرا جزيلا لكم على الكلام الزوين اللي كتقولوا فيا، وشكرا على التعليقات. واللي دخل أول مرة القناة كنتمنى يدير ليا لايك وسبسكرايب وخلي واحد التعليق زوين باش هكايا تعمل فائدة وميم طون العائلة ديالي تتكبر. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. واليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الكيك، يعني لذيذ بزاف بزاف بزاف، من الكيكات المفضله عندي. هو كيجيب مكونات زوينين بزاف وكيجي حتى هماوي. بغيتو تفينيو بشي حاجه لكم الاختيار، بغيتو تخليوه بحال هكا سامبل كتخليوه سامبل. هذا هو الكيك اللي كناخدو من الباتيسريات الكبار والمحلات الكبارين، اللي كيكون كيتصاوب بالزبده بواحد الطريقه زوينه بزاف واحترافيه. وندوزو على بركه الله نحضروه مجموعين. فقلت لا، علاش لا ما نشاركش هاد الوصفه مع اصدقاء ديالي والعائله ديالي، وهكا حتى هما يغيروا في الكيك ديالهم ويغيروا في المذاقات والشكل والنكهه ديال الكيك ديالهم. وهاد الكيك كونوا اكيدين غيولي عندكم كيك معتمد، حيت هاد الكيك في المحلات والباتيسريات كناخدوه بثمن غالي بزاف. فانا اليوم ان شاء الله نشاركه معكم. فالمكونات ديالو يتكون من زبدة سبيسيال، زبدة نوعية جيدة باش يخرج لينا داك الطعم ديال هذاك الكيك اللي كنشوفو في الباتيسريات. فهي عبارة على 125 غرام ديال الزبدة، وعندي السكر 125 غرام ديال السكر. عندي هنايا بواطة ديال لي فخوي كونفي اللي درتهم في الدقيق باش كيتلبسوا بالدقيق هكا ما كينزلوش، كيبقاو في الكيك باينين. وعندي 225 غرام ديال الزبده ديال الزبيب اللي حتى هو مسحته مزيان وضعته في الدقيق. عندي 4 البيضات في حراره المطبخ. عندي 250 غرام ديال الدقيق نوعيه جيده. ساشيه الخميره، ساشيه فاني. وعندي ساشيه الخميره ونص، يعني ساشيه ونص. فالمكونات راه بالعبار، يعني خاصكم تحترموا المعايير ديالها باش تجيكم هاد الكيك ناجح. اول حاجه كناخدو الزبده 125 غرام ديال الزبده واللي كتكون في حراره المطبخ، وكناخدو السكر 125 غرام ديال السكر وساشيه فاني ورشيشه ديال الملحه. وغادا نحاول هاد المكونات اول حاجه نضربهم، ونبقى نضرب فيهم مزيان 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 حتى كنحس بديك السنيده دابس مع الزبده وتجانسوا مزيان مزيان. انتما غتشوفوا معايا الطريقه. يعني هاد الكيك راه هو الكيكات اللي كنشريو من الباتيسريات كيجي واحد الطعم زوين بزاف وكيعجبنا، وكنقولوا شنو هما المكونات اللي فيه. فهو المكونات اللي فيه بساطين وكيجي من الكيكات اللذيذ. فانا كنحاول نخلط الزبده مزيان مع السكر باش تذوب ليا، حيت الزبده مع هاد الجو بارد ما كتكونش في حراره المطبخ، كتكون شويه شاده راسها مع هاد البروده اللي كاينه وهاد الحراره الحراره ديال البروده اللي كاينه ما كتكونش دايبه. فكنبقى بشويه بشويه معاها حتى كنحاول تذوب ليا وتجانس ليا مع السكر. فهي غتاخد مني شي شويه ديال الوقت، ولكن الحمد لله في الاخر حصلت على هاد النتيجه. الزبده دابت وانسجمت هي والسكر حتى هو داب. فهاد المرحله مهمه. ومن بعد كنبقى نضيف بيضه بيضه وانا كنضرب حتى كتضرب ليا ديك البيضه، تحاول تخلط ليا مع الزبده والسكر مزيان. عاد كنحاول نضيف البيضة الثانية، كنبقى نضيفهم مرحلة بمرحلة حتى كنحس بان ديك المكونات كلهم كيتجانسوا. عاد كنضيف البيضة الثانية. يعني الطريقة راه باينة والفيديو شرح راسو، وكنتمنى يجيكم هاد الفيديو ساهل وتنوضوا ما تكونوش عاجزين وتصوبوا هاد الكيك اللي فعلا كيستحق التجربة. كيك لذيذ وكنشريوه من الباسيسريات عطريف، كنشريوه بثمن باهظ بزاف، وهو راه ما فيهش مكونات كتيره، ومقادير ديالو راهم مضبوطه. غير تبعوا المقادير وكونوا اكيدين غادي تعجبكم الوصفه. بعد ما كملت هذاك البيض كامل كنبقى نضرب مزيان حتى كنحس بداك القوام ديال الزبده والسنيده والبيض تجانسوا ليا بهذه الطريقه. صافي في هذه الاثناء غادا نجيب الطحين. انا ديجا الطحين غربلته 2 مرات. 250 غرام ديال الدقيق اللي ضربتها 2 مرات. صافي كنبقى نقسم الدقيق على 2 دفعات وكنبقى نخلط. هو راه ما غيجيكمش سائل بحال الكيك اللي مولفين كنديروا فيه الزيت وفيه الحليب،
فهاد الكيك كيجي غير هاديك الكيكات اللي مولفين اليوميين، هذا مقاديره زوينة وكيجي الطعم ديالو رائع، كونوا أكيدين غتجربوه غيعجبكم بزاف بزاف، خصوصا ما فيه الزبدة سبيسيال، أي حاجة درتو فيها الزبدة سبيسيال كتجي الطعم ديالها بنين. ففي هاد الأثناء ملي درت الدفعة الثانية غادي ندير عليها الساشية الأولى ديال الخميرة، وغنجيب نص الساشية الثانية ديال الخميرة وغنخلطهم بجوج بيهم، يعني الساشية غناخد منها غير النص، تقريبا جهد معلقة صغيرة، والنص الآخر راه غنخليه على جنب نحتاجو في وصفات أخرين نستعملوه. صافي كنحاول نخلط الكيك ديالي، هو راه ما تيجيش عالي بزاف وكيجي يعني السمك ديالو يعني محدود، وكيجي المذاق ديالو رائع. واخا تشوفوا العجينة تجمعات ليكم بحال هكا ما تخافوش منها، غتبقاو تخلطوا فيها حتى تولي هاد التيكستور، يعني شوفوا القوام ديالها، راه القوام ديالها ما غيجيناش بحال الكيك اللي معتمد. علاش؟ حيت هاد الكيك فيه الزبدة ما فيهش الزيت، الزيت كيكون سائل الكيك ديالو. ففي هاد الأثناء غادا ناخد هاديك البواطة ديال لي فخوي اللي فيها 120 غرام ديال لي فخوي اللي درتهم في الدقيق و120 غرام ديال الزبيب. فهاد المكونات ضروريين وهما اللي تيخلو الكاطو ديالنا والكيك ديالنا كيجي زوين بزاف وكيجي يعني مقوم كما كنقولوا. فهاد الكيكات كيجيو رائعين، انا كيعجبوني بحال هاد لي كيك. وهاد لي كيك انا معتمده عندي، انا ما كنبغيش داك لي كيك اللي كيكونوا خاويين من الداخل، ديما تنبغي لي كيك اللي كيكونوا عامرين. فلا بغيتو بحال هاد لي كيك نبقى نوجدهم وننزلهم لكم فوصفه غزاله بزاف وكنتمنى تجربوها. ففي هاد الأثناء خديت المول، أنا المول كلاسيكي حيت هي أكترية كيدار في المول يا إما طويل يا إما الكلاسيكي. كان تناخدو تندهنو مزيان بالزبدة وتنرش عليه الدقيق وتندخلو في المجمد باش يكون بارد بزاف، وعاد كنجيبو وكنوضع فيه الكيك ديالي. الكيك راه غادي تشوفوا كيفاش كيهبط القوام ديالو، الكيك راه كيهبط القوام ديالو ثقيل، ما غاديش يهبط لكم ما تشوفوش كيك كيهبط بحال هكايا ثقيل وكتقولوا بانه هو يا غيجينا مدقص ولا شي حاجه، بالعكس. فهاد الكيك غيجيكم هش وغيجي خفيف وزوين بزاف وغيولي عندكم معتمد، حيت ملي كنديروا الدقيق مع الزبده كتماسك لاباط، ولكن هاد الكيك مع فيه البيض وفيه الزبده فلاباط غادا تجي زوينه بزاف. كنحاول نقاد الوجه ديال الكيك ديالي باش يجيني الوجه مسطح، يعني ما يجينيش هكايا بومبي كيجيو يعني مخنشش. كنحاول نقادو بحال هكايا باش يجيني الكيك يعني مسطح ومفيني مزيان. اللي بغى يجيه مخنشش يقدر ياخد شي شويه ديال لي فخوي ويزيدهم من الفوق فاش كيجيو هكاك طالعين باينين. فانا بغيتو بحال هكا يجي مسطح بحال هذاك اللي نجيبو من لي باتيسري الكبارين. صافي في هاد الاثناء انا ديجا شعلت الفران على 180 دوغري النار من التحت حتى يسخن ليا بما وجدت الكيك ديالي، دخلته الفران تحمر ليا من التحت حتى طاب، يعني خدا مني تقريبا ديك 45 دقيقه. ومن بعد دخلت درت ليه النار من الفوق وغادا نحاول نقلبو معاكم وغتشوفوا بانه هو محمر وطايب من التحت ومن الفوق، يعني نفس اللون اللي كاين لتحت كاين الفوق. تبارك الله جا غزال. كنحاول راه باقي سخون ديموليتو، كنحاول نضرب شويه المول باش يجيني ساهل في الديمولاج. بهاد الطريقه صافي غنحاول نديموليه وهانتوما شوفوا معايا راه جا محمر، يعني كي الوجه كيظهر، يعني الطريقه راه ساهله ونتمنى يعجبكم وتجربوا هاد الكيك فعلا كيستحق التجربه. من بعد غنقطع معكم واحد الطريف، هي راه باقا سخونه، شوفوا لا فابور اللي كيطلع منها، راه كلشي قدامكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ساهل وتجربوا هاد الكيك وتنزلوا في التطبيقات ديالكم عندي في الانستغرام. مرحبا بكم عندي في لاباج انستغرام فود كريمه. انا غنحطها لكم ان شاء الله باش تشوفوا تدخلوا عندي وتشوفوا الوصفات اللي كنحط والحويجات اللي تنحط في الانستغرام. شوفوا الكيك ملي كتقطعوه كيفاش كيجي، راه باقي سخون ما خليتوش حتى برد، باقي سخون. شوفوا تبارك الله، ها نتوما راه ما كيجي لا مدقص لا والو، ها نتوما شوفوا الهشاشه ديالو فعلًا كيستحق التجربة وكيجي مقوّم بهادوك لي فخوي